أخبارنا الوطنية. وقبل أن نعرج إلى ملف النقاش في شأن الأمني، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمقاطعة الإدارية بالراقي بالعاصمة من توقيف شبكة إجرامية منظمة مختصة في الترويج والمتاجرة بالمخدرات. إن أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص مع حجز كمية من المخدرات المتمثلة في 1000 قرص مهلوس من نوع السي بي تاكس، وتقدر ب1 مليار و600 مليون سنتيم بالإضافة إلى مبلغ مالي، مع توقيف 3 مركبات مسروقة كانت تستعمل للتنقل. التغطية كانت لصفوان أحمد عيسي وطارق دريدي. في إطار المهام الموكلة لمصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لبراقي من وضع حد نشاط جماعة إجرامية منظمة مختصة في استيراد، نقل عن طريق العبور، حصول قصد البيع، تخزين والمتاجرة في المخدرات الصلبة من نوع سي بي تاكس. على إثر العملية تم إيقاف المشتبه فيهم 4 أشخاص يتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، من ذوي السوابق العدلية المعروفين لدى محفوظاتنا المحلية بأمن ولاية الجزائر. كما تم ضبط كمية جد معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع سي بي تاكس 8 ملغ، واسترجاع جميع الهواتف النقالة التي كانت تستعمل في الاتصال ما بين أفراد هذه الجماعة. المخدرات تعتبر من أخطر أنواع المخدرات الصلبة، إذ تقدر قيمتها السوقية في وسط الإجرامي كما نقولوا تتراوح حوالي 1,200,000,000 سنتيم. أما عن كيفية استهلاكها، تستهلك بطرق عدة، منها الحقن بطريق الحقن بالإبر، كذا استعمالها عن طريق الأنف، الاستنشاق، أو عن طريق